السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف الفيديو ده والجريمة ديت. الست المحترمة المتربية الأخلاق جارتها عملت فيها إيه؟ وصلتها لإيه؟ اللي وصلتها إن هي تمارس الجنس مع الرجالة. أيوة، الست ديت ست محترمة ومتربية وأخلاق وقاعدة في بيتها وتراعي بيتها وأولادها وبتروق دايما الشقة وكل حاجة، ولكن من كتر التعب طول النهار تبص تلاقي جوزها لما بيجي بالليل علشان خاطر يطلب منها ان هو يمارس معاها العلاقة تبقى تعبانة وجسمها مهمد وخلاص مش قادرة تكمل اليوم على كده. خلاص اول ما ليل الليل عليها كده والمغرب ادى خلاص عايزة تنام من كتر التعب اللي هي فيه. فجوزها كان يقول لها انت مقصرة معايا، اعمل ايه معاكي؟ انا مش معوزك حاجة، انا كمان عايز حق الشرعي. هي كانت تقول له خلاص خد اللي انت عايزه. فكانت بتحكي لجارتها الكلام دوت. شوفوا بقى هنا الغلط بدأ منين. فحكت لجارتها وقالت لها انا طول النهار تعبانه وبيحصل ويسوي، وبيجي بالليل بيبقى عايز اللي هو عايزه وانا ما بقدرش اديله حاجه، اقول له خلاص يا عم خد اللي انت عايزه اهو من غير نفس. قالت لها بقول لك على حاجه، الحل عندي. قالت لها الحقيني بيه. قالت لها هي حبايه واحده هديها لك هتخليكي بسم الله ما شاء الله عليكي هتبقي فرسه، هتبقي حصان، مش هتتعبي من اي حاجه، وهتعملي حاجتك طول النهار وهيبقى كمان فيك طاقه بالليل يمكن اقوى منه كمان. قالت لها معقوله؟ قالت لها بس خد الحبايه دي وهتشوفي. خدت الحبايه وقتها الحبايه اللي هي خدتها دي حبايه مخدر ترامادول، خلتها صح فرسه وحصان، بتعمل البيت وتعمل كل حاجه وتسهر كمان، وتبص تلاقي عافيه جدا ونشاط فيها جامد قوي قوي. يجي بالليل جوزها يطلب منها العلاقه زي الفل ومستجيبه معاه جوزها استغرب ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ قالت له مش انت كنت عايز كده يا حبيبي؟ اهو ايه رايك؟ قال لها زي الفل كده. جت بعد كده راحت طالبه من ايه، من جارتها، قالت لها دي الحبايه بجد عملت معايا خلتني اخر نشاط، ده انا قعدت كمان بدل اليوم يومين زي الفل. ممكن واحده كمان قالت لها من عينيا يا حبيبتي، وراحت تديها حبايه تاني وتكرر الموضوع. وهو طب ممكن حبايه تالته نفس الكلام. جت بقى في الحبايه الرابعه قالت لها لا يا حبيبتي الموضوع ده انا ما بجيبوش ببلاش، ده يعني مش موجود منه حاجه يعني غاليه، ده بصرفها باخدها بالعافيه. قالت لها طب انا جايبه منين دلوقتي؟ ده انا خلاص خدت عليه. قالت لها انا هقول لك على اللي بجيبه منه بقى، واحد في اسيم تروحي له وهو اللي هيظبطك، هديك رقم تليفونه واتصلي بيه وروحي له. وحصل حقيقي، خدت رقم تليفونه وكلمته واتقابلت معاه وبدات تاخد منه بقى وتشتري منه حبايه. لا طبعا مش بالحبايه، بالشريط، هوب تدفع كل يوم تجيب لغايه ما خدت عليه خلاص على الاخر مش قادره تستغنى عنه. وبدأ بدل ما كانت بتاخد حبايه بدأت تاخد اكتر، ما خلاص بقى الجسم بقى يطلب. الفلوس بدأت تبان في البيت بقى انها بتقل. جوزها يقول لها الفلوس بتروح فين؟ الفلوس بتروح فين؟ ده انا بديك الفلوس وبتخلص في ساعتها. بدأت ميزانيه البيت يعني تنحدر. قال لها بقول لك ايه بقى، الفلوس انا اللي هصرف، انا الميزانيه هتبقى في ايدي انا، حتى الخضار انا اللي هجيبهولك، انت عليك شغل البيت وكل حاجه انا هجيبها لك. بدأت تحس ان خلاص الدنيا زنقت عليها، هتجيب فلوس منين؟ بدأت تبيع الغواشي اللي في ايديها من دون ما جوزها ما يعرف. المهم بدأت برضو تشتري واحدة واحدة لغاية ما الفلوس كلها خلصت، الدنيا كلها خلصت معاها. قالت للتاجر طب بقول لك ايه بقى، معلش انا ظروفي مش ظروفي، ممكن تديني؟ اداها اول مرة، عمل زي جارتها بقى، اداها مرة الاولى، مرة التانية، جه في المرة التالتة لا معلش بقى، انت كده متداينة ليا بحبتين تلاقة يعني مش معقولة. وبعدين انا طب اقول لك على حاجه، ايه رايك بقى كده؟ يعني انا اديك اللي انت عايزاه والجرعه اللي انت عايزاها وبس، يعني ايه انت فاهمه؟ قالت له خلاص موافقه. وافقت على طول ان هو يمارس معاها، وافقت مع خلاص جسمها طالب مش قادره. خدت الجرعه ومارست معاه، بقى يمارس معاها مره في اتنين في تلاته. بدأت خلاص بقى مش قادرة، هتعمل ايه؟ مش قادرة تستغنى عن الراجل ده. سابت بيتها وطفشت من البيت وقعدها في شقة، وبدأ يجيب لها لغاية ما خدت على الآخر بقى الموضوع ديت. وهو رايح جاي عليها طبعا يمارس معاها. صحابي بيقولوا له يا عم ما تتجوز، ما اتجوز ايه ده لما في واحدة بتجيلي كل يوم، انت ما تظبطنا يا عم الحاج معاك. راح مكلمها، راحت بقول لك ايه ده في واحد معايا كذا كذا وهيديك اللي انت عايزاه، يعني هيظبطك في الجرعات اللي انت عايزاها بدل الجرعة 2 يا ست. قالت له وافقت.
بدل ما كان الراجل واحد بيمارس معاها بقى اتنين. بس لقيت في يوم من الايام بقى اتصل بيها بالتليفون وقال لها بصي انا عايزك عشان خاطر في كده ايه برضه مصلحه، في واحد هيظبط معاكي. بقت العمليه بالنسبه لها بقت عادي. جاب لها 5، قالت له نهار اسود ايه ده؟ دخلت الشقه لقيت 5 معاه. قلت له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال لها هو ده كده، دول كل واحد فيهم هيظبطك، دي انت هتقعدي كام يوم مش هتشتري. راحت واخده بقى، دخلت الاوضه راحت واخده جرعتين بدل الجرعه جرعتين وثلاثه والزياده، خدت بالزياده. وبدأ كل واحد يمارس معاها، واحد يمارس معاها لغاية ما خلصت وإيه في إيديهم وتاهت منهم خالص. قالوا إيه ده، دي ماتت جسمها تلج فيها حاجة. خافوا قالوا يا عم نمشي. قال لهم إيه؟ قالوا ليه؟ سيبوني لوحدي؟ هو الراجل وجايب 5 يعني هما 6، سيبوني لوحدي؟ قالوا لا إحنا مالناش في كده. قال لهم هنعمل إيه؟ لازم نخلص منها ونوديها مستشفى، هنروح في داهية لو اتقفشنا. لا، أحسن حاجة نلفها ببطانية ونروح نوديها في أي حتة. لفوها ببطانية وخدوها في توك توك بتاع واحد صاحبهم برضه هم من ضمن ال5، وراحوا رموها في غيط من الغيطان في أسيم. عدى يوم 2 3، طبعا كان جوزها كان بلغ من بدري إن هي اختفت وأهلها مبلغين، لغاية ما الناس شمت ريحة في الغيط، هوب بيطلعوا لقوا الجثة ديت عريانة مرض وجنبها البطانية. بدأوا طبعا على طول الأجهزة الأمنية تبحث بقى بالكاميرات ولغاية ما جابوا الإيه التوك توك اللي في مين جه هنا. توك توك هو طب اللي حصل حكى كل حاجه. جابوا ال5 واحد واحد، قالوا بص بقى احنا ما عملناش حاجه ولا اغتصبناها ولا حاجه، ده هي بمزاجها. هو كل ده عشان خاطر المخدرات، بتاخد الجرعات ادينا لها اللي هي عايزاه، هي خدت بزياده ماتت. نعمل احنا بقى ايه؟ اتقبض عليهم سعاده البشوات ال6 اتقبض عليهم. جريمة صعبة جدا. الست كانت كويسة وزي الفل، انحرفت ومشت ورا المخدرات بسبب جارتها ولا بسبب عقلها برضو ان هي سمعت جارتها ومشت وراها. ما هو الموضوع ده يا جماعة بيبدأ بحباية، خلي بالكم. بيبدأ بحاجة بسيطة جدا، بعد كده حاجة بتجيب حاجة، حاجة بتجيب حاجة، وبتوصل للشم. والله أعلم الجرعات اللي أنا كنت بقولها دي جرعات شم ولا جرعات إيه بالظبط. الحمد لله الواحد ملوش في الحاجات ديت، بس بقول لحضراتكم إن الحاجة بتجيب حاجة. المخدر لما بيدخل الجسم تبص تلاقي الجسم بيطلب بعد كده اكتر، يطلب اكتر لغايه ما الواحد بعد كده ما بيقدرش ان هو يقاوم. وماتت واهلها ما رضيش ان هم يستلموها، ولا جوزها رضي ان هو يستلمها، بعد طبعا ما شرحوا الجثه وعرفوا ان هم كانوا بيمارسوا معاها، وان هي ما حدش اغتصبها، والهدوم بتاعتها كانت سليمه، وتم القبض عليهم. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.